من هالمؤتمر أنا شخصيا أخذت دروس كثيرة، ومثل ما هو الإنسان دائما إلى آخر لحظة من حياته يغتني بدروس الحياة، وأهم ما في دروس الحياة هي الدروس الإنسانية. وإن شاء الله مؤتمراتنا كلها القادمة مثل ما كان هذا المؤتمر والسابقة، وإن كانت السابقة كانت فيها بعض المناقصات الأخوية، لكن الحمد لله أن هذا المؤتمر مشى بهالكيفية التي هو عليها. مع ذلك عندي ملاحظة لأقولها، ربما هذه الملاحظة كونها تحصل في إطار هذا الجمع الخير تعاوننا جميعا على المستقبل. من عام 86 أنتم تعرفون أيها الإخوة أنه أهم مورد في اقتصادنا العربي كنا كان في المملكة السعودية أو في العراق أو في ليبيا أو في الجزائر أو في الكويت، يعني في كل الدول البترولية والتي هي الآن تقريبا تشكل عنوان القوة الاقتصادية في الحياة العربية. أهم ما تعتمد عليه بالدرجة الأساس هو البترول. فمن عام 86 وكنا في 86 بالحرب، وواجهنا ظروف كانت صعوبتها قريبة من صعوبات القتال عندما ترتبط بالاقتصاد وبموردنا الأساسي الذي هو البترول، لأنه ساد السوق النفطي نوع من الإرباك، وحصل به نوع من عدم الالتزام بقرارات الأوبك. صحيح نحن لسنا في مؤتمر الأوبك، أنا أقول الملاحظة ليس ليتوقف عندها، ولكن قد تفيدنا جميعا. وهذا الارتباك سبب عدم الالتزام بعض أشقائنا العرب بالذات في مقررات الأوبك، مما أغرق السوق النفطي بما هو فائض عن الحاجة، أو على الأقل يعطي مرونة للمشترين بما يجعله على حساب السعر، وتدنت الأسعار حتى وصلت أحيانا إلى $7. فيما يتعلق بالعراق، وهو ليس أكبر إنتاجا وليس أكبر حصة في الأوبك، كل انخفاض في البرميل الواحد $1 حسب ما قيل إلي أنه خسارة العراق $1 مليار في السنة. من هذا نتبين كم هي خسارة الأمة العربية كلها من كل إنتاجها البترولي في السنة. ومن هذا يكون السؤال يجد جوابه المباشر عندما نقول: هل الأمة العربية بحال ممكن أن تخسر بهفوة فني أو غير فني هذه العشرات من المليارات من غير مسوغ؟ لأن السوق البترولية أو لنقل استعداد المشترين كانوا على الأقل في هذه السنة مثلا مهيئين أنفسهم أنه خلال السنتين يتحملون سعر يصل إلى $25 مثل ما عرفنا وسمعنا من الغربيين اللي هم أكبر مشترين في سوق البترول. إذن هذا النزف الهائل في اقتصادنا هو سبب عدم انتظام الرؤية، أو لنقل عدم رؤية في اللحظة التي نرى فيها
شأن نتعامل به محليا، عدم رؤية الشأن القومي ككل. لأنه لو تحصل رؤية للشأن القومي ككل ومقدار الضرر اللي يصيبه، أنا أعتقد أنه سنتردد كثيرا قبل أن نقدم على أن نلحق مثل هذا الضرر العظيم بالاقتصاد القومي. بنفس الصراحة والأخوة والتبسيط المباشر الذي يغنينا عن التقاط ما يراد قوله من خلال التحليل، لنقول أنه أحيانا الحرب تصير بالجنود، وأحيانا الإيذاء يصير بالتفجيرات وبالقتل وبمحاولات الانقلاب، وأحيانا أخرى يصير بالاقتصاد. فنرجو من أخواننا الذين لا يقصدون الحرب، أنا أعود لأتكلم هذه المرة فقط ضمن حقوق الكلام في إطار السيادة عن العراق، فأقول الذين لا يقصدون الحرب شن الحرب على العراق، أقول ترى هذا نوع من الحرب على العراق، ولو في الجلد ما فيه ليتحمل لتحملنا. ولكن أعتقد كل أخواننا يعرفون أنه هم يعرفون الحال، مطلعين عليه، إن شاء الله دائما الحال يصير جيد. ولكن أقول أنه وصلنا إلى حال لا نتحمل الضغط، وأظن كلنا نستفيد والأمة تستفيد من فكرة الالتزام بمقررات الأوبك، إن كانت إنتاجا أو أسعارا، ولنتوكل على الله.